يا صباح الخير على كل اللي بيتابعني واللي مش بيتابعني وما يعرفنيش. انا لونا. لو المعمول التمر دايما بيفشل معاكي ومش عارفه له مقادير، وكل ما تعمليه يفشل وما يطلعش مظبوط، الفيديو ده ليكي. النهارده جايبه لكم طريقه عمل المعمول بالتمر بطريقه مظبوطه وناجحه جدا، وهينجح معاكي من اول مره. تابعي معايا الفيديو للاخر خطوه خطوه، وهتطلعي احلى معمول بالتمر دقتيه في حياتك. والطريقه دي هتعتمديها. وما تنسيش لو عجبك الفيديو تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك للقناه وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل الوصفات الجديدة. وده كان شكل المعمول بعد ما استوى. شايفين شكله عامل ازاي؟ شكل وطعم هش وناعم في نفس الوقت. العجوه من جوه طريه، وهقول لكم تركايه ازاي العجوه تبقى جوه طريه ما تبقاش ناشفه وانتي بتاكليها، ويفضل معاكي بنفس القوام المظبوط ده لحد اخر معموليه عاملاها. بصي بقى يا ست الكل، اول حاجه هنستخدمها هنا هي الزبدة. محتاجين ربع كيلو من الزبدة، يعني 250 جرام من الزبدة عليهم 100 جرام من السمنة. ليه 100 جرام من السمنة؟ 100 جرام من السمنة مع الزبدة هتخلي المعمول بتاعك ناعم جدا وطعمه تحفة. اعملي نفس المقادير اللي بقولك عليها واستخدمي المعيار. تمام. عليهم نص كوباية من السكر البودرة. هنطحن كويس بالعجان او بمضرب الكهرباء، مفيش حاجة هتوقفنا. هننزل عليهم بنص كيلو من الدقيق الابيض اللي هو يعني 500 جرام، وهننزل عليهم بربع كيلو 250 جرام من السميد اللي هو دقيق البسبوسة. عليهم كوباية لبن بودرة، عليهم معلقة كبيرة من المحلب، وعليهم كيس بيكنج باودر. وطبعا ما تنسيش رشة الملح. نبتدي نخلط كل المكونات، بنبسها مع بعض كده. ما بيتعجنش لان احنا عايزينه ناعم زي الكحك. بنبسه بعد كده. لو احتاج ميه معلقة او معلقتين خدي بالك، بتضيفي لحد ما العجينة تبقى مظبوطة معاكي وتطلع خلاص جاهزة على التشكيل. نيجي هنا دي كده العجوة اللي انا استخدمتها عبارة عن كيلو من العجوة. بالنسبة للمقادير اللي انا استخدمتها كفت جدا وكانت مظبوطة. كيلو عجوة هنحط عليه 3 معالق كده كبار من الزبدة ونسيحهم. ونبتدي لو عندك مايكرويف هتبقى حلو قوي، تدخلي عجوة الميكرويف مع الزبدة وتطلع تقلبيهم كلهم على بعض وهتبقى طرية. هنا انا ضفت معلقه من القرفه، اختياري، حابين نكهه القرفه تقدروا تضيفوها، مش حابين خلاص مفيش اي مشكله. ده كده كان العجوه بتاعتي كده جاهزه، العجينه جاهزه. نبتدي نشكل المعمول بتاعنا. بنعمل العجوه كور صغيره ونبتدي ناخد من العجينه ونحط الكوره بتاعه العجوه وندخلها المكبس. الشكل اللي انتوا حابينه، انا كان الشكل ده عجبني، فطبعا الشكل ده اختياري اللي انتوا حابينه. انا بالنسبه لي الشكل ده والحجم ده كان حلو قوي وممتاز. شايفين؟ ناعم جدا، العجوه طريه قوي زي ما هي طازه. فدي كانت انجح ويعني انجح عجينه بجد تقدري تعملي بيها معمول هتعتمدوها. دي احلى طريقه معمول هتعملوها. جربوها وقولوا لي رايكم في التعليقات، انا متاكده ان هي هتعجبكم. وكل سنه وانتم طيبين.